وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف الشديد منذ أيام محامية لا داعي لذكر اسمها لا تستحق تسمي الزانيات باسم جديد يعني كده عصري، تقول العاملات بالجنس التجاري، العاملات بالجنس التجاري يتعرضن لاعتداءات وأمراض ويحتاجن للحفاظ على حقوقهن والكشف الطبي عليهن وتقنين أوضاعهن، وضع إطار قانوني يحفظ حقوقهن ويحفظ صحتهن وأحوالهم الصحية والمادية. احنا فين دلوقتي مش عارف. لا وللأسف الشديد انضم لدعوتها آخرين أو آخرين حسب ما سمعت وما رأيت، ولا أريد أن أذكر أسماءهم الثلاثة فهم نكرات، وإن شاء الله يعني سيظللن أو يظلون لأن فيهم راجل نكرات إلى الأبد. تعالوا نشاهد أن هذه الدعوة دعوة قديمة فجرتها إيناس الدغيدي من قبل. نسمع المذيع الراحل مفيد فوزي يوجه هذا السؤال الجريء للمخرجة إيناس الدغيدي. هل هي نادت، هل أنت قد ناديت بالفعل بترخيص بيوت الدعارة؟ تعالوا نسمع ماذا قال. نسمع هذا السؤال. ذلك سؤال ربما لا يمكن يتصور حد أن نسأله. هل البيوت المرخص لها بذهاب الشباب مثل ما يحدث في بعض بلدان العالم؟ وسوف نشاهد ونورد بقية الكلام بعد هذه المقدمة التي أقدم بها للحلقة، فتعالوا ثم نعود لبقية كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. المخرجة إيناس الدغيدي قديما خرجت على الناس وفي لقاء في التلفزيون وكررت هذا في لقاءات عديدة، تطالب باستماتة أن ينقذوا الشباب وأن يخففوا معاناة الشباب وأن يرخصوا بيوت الدعارة وأن يفتحوا الباب للشباب الغلابة لكي يمارسوا العلاقات ويعني يخففوا من يعني الغريزة التي عندهم. وبحمد الله تعالى لم يستجب لها أحد. طبعا كان هذا جس نبض للمجتمع. المجتمع لا يزال متماسكا، لا يزال محتفظا بقيمه. لعلهم ظنوا أن المجتمع الآن يعني هزل أو ضعف أو ضاعت فيه القيم أو الدين أو أصبح الدين ضعيفا أو هزيلا أو الإيمان شاحبا، فقالوا نكرر الكرة ونعيدها مرة ومرة لعلهم يعني يكون عندهم قبول لهذا، ولعل بعض المسؤولين يستجيبون لنا ويصدرون قانونا لترخيص بيوت الدعارة. تعالوا نشاهد ما نادت به المخرجة إيناس الدغيدي قديما، وللأسف الشديد انضمت لها أصوات في هذه الأيام. خرجت يعني واحدة لا أدري محامية أم يقولون منها، يعني لا أريد أن أذكر ما قيل عنها ولا أريد أن أتورط في أشياء لا أعرفها. خرجت تطالب بذلك وتطالب بترخيص الدعارة، ويعني أعطاهم رخصة وكشف عليهم طبيا لكي لا تنتشر الأمراض، خايفة على الشباب يا عيني، وإن يعني ويبقى في ضرائب للدولة والدولة تنتفع ومن ثم للأسف انضم لهذه المرأة، لا أقول كذا ولا كذا، انضم لها أكثر من صوت بعد ذلك يطالبون بذلك. لعل الجرأة في المناداة بالفسق والرذيلة والفاحشة في أول الأمر ترجع إلى إيناس الدغيدي. تعالوا نسمع كلمتها ثم
يعني نقول ما المراد من أن أذكر هذا الكلام؟ ما مرادي منه؟ هل مرادي أن أرد عليه؟ كل الناس يعرفون حرمة الزنا في كتاب الله عز وجل. تعالوا نستمع. طبعا في السويد. هل هذا يقلل من ضغط الغريزة؟ نشاهد بقية الكلام ماذا قالوا. انا قلتها مره من المرات ان انا مع ترخيص بيوت دعاره. قلتيها فين؟ في التلفزيون يعني. في التلفزيون. اه لكن ما قلتيهاش سينمائيا. لا ما قلتهاش سينمائيا. ما هي سينمائيا بتطلع دايما. احنا عندنا نص افلامنا في الكباريهات. صحيح. نص افلامنا في الكباريهات. افلام مصريه حتى من زمان. يعني اسمه ايه كان بيروح السيد عبد الجواد ما كان بيروح الكباريات وكان بيمارس نفسه حياته مع وياخدها الكباريه من وياخدها من هناك ويقعد بيها من هناك وكان اوعى تكلمني بابا جاي ورايا يعني حاجات يعني نص جوانا يعني. نص الافلام من زمان تدعو للدعاره. ده ممكن يكون في صالح المجتمع رغم انه ممكن يكون في صالح المجتمع. قيود كبيره جدا دينيه وتقاليد وعادات وكده، في لكن انا بشوف ان دي في صالح مجتمعات وبالذات المجتمعات المتطوره عاملاها يعني. على فكره كما شاهدنا وسمعنا هذه الدعوة التي تنادي بها هذه المحامية ومن معها اليوم ليست جديدة، وإنما هي قديمة من فترة كبيرة ينادون بها ويبغونها عوجا، ويعني يريدون للناس في بلادنا العنت والوقوع في الفاحشة هكذا. والله تعالى يريد أن يخفف عنكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نسأل الله تعالى العافية. هي تقول هناك قيود من الدين والمجتمع والعادات والتقاليد، قيود من الدين مقيدنا وكذا، لكن أنا شايفة أنها في صالح المجتمع وفي صالح الشباب. هي تعلم صالح المجتمع وصالح الشباب أكثر من الله عز وجل. استغفر الله. هي جعلت نفسها إلها بصيرا عليما خبيرا تعرف مصلحة الشباب ومصلحة المجتمع أفضل من حكم الله عز وجل، أو أن كما يقولون تشريع القرآن وتشريع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كان لعهده وعصره، أما نحن الآن فعلينا أن نشرع لعصرنا ونشرع لما يناسبنا. الشباب الآن لا يناسبهم التقيد بعدم الوقوع في الزنا والفسق. طيب هو لا يستطيع أن يتزوج فماذا يفعل؟ هذه هي الصيحات التي تظهر. هم ضيقوا على الشباب في الزواج. الشاب لا يعني متوسط الحال، فضلا عن يعني طائفة من الأغنياء ليسوا المثيرين جدا، لا يفكر في القدوم في الإقدام على الزواج، لأنه المسألة صعبة جدا. شقة بكم مليون أو بمليون على الأقل، شقة يعني متواضعة جدا، يعني لا تقبلها إلا فتاة يعني على قد حالها، ويعني أساس يعني بما لا يقل عن نصف مليون، فضلا عن الذهب عن كذا إلى آخره. يعني لا بد أن يكون مليونير من يقدم على الزواج. من أين له هذا؟ يعني شيء صعب جدا. فطبعا لكن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكثير من الشباب الملتزمين بدينهم يعينهم الله عز وجل وييسر عليهم أولياء الأمور وييسر عليهم أولياء الفتيات، وتحدث الزيجات المباركة لوجود النية الصالحة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف. أولهم الناكح المتزوج الذي يريد العفاف، انوي نية صالحة وسوف ييسر الله لك. هذا بالنسبة للشباب وبالنسبة لمعوقات الزواج. لكن بالنسبة لهذه الدعوات الهدامة إياكم أن تسمعوا لها، بل علينا أن يكون لنا دور واع على الناس جميعا أن يعلنوا أصواتهم برفض هذه الدعوات، ويعني رفضها بقوة، لأن هذه الدعوات تظهر بين الحين والآخر لجس نبض الشعب وجس نبض الناس. وإذا وجدوا استكانة وإذا وجدوا يعني عدم إنكار شديد وإذا وجدوا كذا، تعالت الصيحات أكثر للمطالبة بسن هذه القوانين. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ شعبنا وأن يحفظ شبابنا وبناتنا من هذه الرذائل وأن يهدينا سواء السبيل.
وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما